ليلة من أجمل ليالي مهرجان العالمين الجديدة، حفلة محمد منير والكاب وحميد الشاعري على مسرح أرينا العالمين. التنظيم والتأمين كانوا على أعلى مستوى، وكمان الفاير ووركس بقيادة المايسترو الألعاب النارية أحمد عصام كانت حاجة مبهرة جدا. أما بالنسبة للجمهور كان جاي من كل حتة في مصر، القاهرة واسكندرية وأسوان والشرقية وكمان من الدول العربية. حميد الشاعري عمل جو حلو جدا من أغانيه القديمة اللي لغاية دلوقتي بنسمعها. نيجي بقى للدخلة الأسطورية اللي تليق فعلا بملك. لما دخل منير تحس انه اتفاجئ من الأعداد الكبيرة وتفاعل الجمهور، فقال على المسرح احنا في حتة تانية، مش كده ولا ايه؟ كمان منير وجه رسالة لكل السودانيين اللي لجأوا لمصر بسبب الحرب هناك، وانهم مرحب بيهم في اي وقت، ومصر دايما فاتحة ابوابها لكل اشقائها. طوال ساعتين تقريبا متعنا منير وفرقته باجمل واحلى اغانيه في ليلة مش ممكن تتنسي على ارض العالمين الجديدة، علشان يختمها بحدوتة مصرية للشاعر الكبير عبد الرحيم منصور اللي اشتغل معاه في اغاني كتير. لو في قلبي قليلين يعني كنت شكرته كل من شارك معايا، ومن ضمنهم صديقي وابن واخويا الصغير الفنان احمد عصام. تعال يا احمد خدني بقى. شكرا ليكم.